موضوع الذكاء الاصطناعي ده بقى في كل حتة حوالينا، وبصراحة كتر الكلام عمل لخبطة كبيرة. عشان كده النهاردة هنحاول نبسط الأمور ونرتب الأفكار دي كلها. هنقسم الذكاء الاصطناعي لسبع أنواع أساسية عشان الصورة تبقى واضحة تماما. وده هو السؤال المهم اللي لازم نبدأ بيه. عشان نجاوب عليه محتاجين إطار عمل، طريقة تفكير كده تكون بسيطة وفي نفس الوقت قوية، تخلينا نشوف الصورة الكبيرة ونفهم الفروقات بين كل نوع والتاني. والإطار ده هو اللي هنمشي عليه مع بعض النهاردة. طيب الإطار بتاعنا ده بسيط جدا. تخيلوا إننا هنبص على الذكاء الاصطناعي من ناحيتين أو بعدستين مختلفتين. الأولانية هي القدرات، ودي بتجاوب على السؤال هو الذكاء الاصطناعي ده يقدر يعمل إيه؟ والتانية هي الوظائف، ودي بتجاوب على السؤال طيب هو بيشتغل إزاي من جوه؟ لما نفرق بين الاتنين دول كل حاجة هتبدأ توضح. يلا بينا نبدأ بأول جزء في الإطار بتاعنا وهو القدرات. هنا إحنا بنتكلم عن المستويات الكبيرة اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل لها. هنبدأ باللي موجود فعلا على أرض الواقع النهاردة، ونطلع واحدة واحدة لحد ما نوصل للأفكار اللي لسه بنشوفها في أفلام الخيال العلمي. بصوا، هما 3 مستويات للقدرات. تخيلوهم معايا كأنهم سلم. أول درجة هي الذكاء الاصطناعي الضيق، اللي هو متخصص قوي في حاجة واحدة. نطلع درجة كمان نوصل للذكاء الاصطناعي العام. وفي آخر درجة فوق خالص هنلاقي الذكاء الاصطناعي الفائق، وده بقى اللي بيتجاوز قدراتنا كبشر. الذكاء الاصطناعي الضيق أو النارو AI هو ده النوع اللي كلنا بنتعامل معاه كل يوم. ممكن يكون شاطر جدا في شغلته، زي إنه يرشح لك أفلام أو يساعد الدكاترة في تشخيص الأمراض، بس هو محدود تماما في المهمة دي. يعني لو طلبت من نظام تشخيص الأمراض إنه يرشح لك فيلم، طبعا مش هيعرف. ودي بقى أهم معلومة في الجزء ده كله، وركزوا معايا فيها كويس. كل أنواع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بنشوفها وبنستخدمها النهاردة كلها بتنزل تحت تصنيف الذكاء الاصطناعي الضيق. أي حاجة تانية نسمع عنها هي مجرد نظريات وتوقعات للمستقبل. عشان كده ممكن نسميه الذكاء الاصطناعي المتحقق، يعني اللي بقى حقيقة واقعة. وعشان ما نتلخبطش في مصطلحين كده ممكن نسمعهم. ساعات بيتقال على الذكاء الاصطناعي الضيق ده الذكاء الاصطناعي الضعيف، والنوع اللي جاي اللي هو الذكاء الاصطناعي العام أو AGI ساعات بيسموه الذكاء الاصطناعي القوي. دي مجرد أسماء تانية لنفس المفاهيم، فمهم نكون عارفينها. دلوقتي بقى خلينا ندخل على منطقة الخيال العلمي شوية. الذكاء الاصطناعي العام أو AGI ده فكرة عن نوع من الذكاء الاصطناعي يقدر يفكر ويتعلم زينا. يعني مش محتاج إننا نبرمجه على كل مهمة جديدة، لا هو هيقدر يستخدم اللي اتعلمه في حاجة ويطبقه في حاجة تانية خالص لوحده. يعني لو اتعلم إزاي يلعب شطرنج ممكن ياخد نفس مهارات التخطيط دي ويستخدمها عشان يدير مشروع مثلا من غير ما حد يعلمه. وده بقى آخر مستوى وأكتر حاجة متطورة ممكن نتخيلها. الذكاء الاصطناعي الفائق ده مش بس هيكون أذكى من أي إنسان، لأ ده هيكون كائن عنده وعي وعواطف ورغبات خاصة بيه. طبعا دي فكرة لسه بعيدة جدا عن الواقع، بس هي بتمثل أقصى طموح أو يمكن أكتر فكرة مرعبة في مجال الذكاء الاصطناعي كله. تمام، كده خلصنا كلام عن القدرات. دلوقتي خلينا نرجع تاني للإطار بتاعنا ونبص من العدسة التانية، الوظائف. يعني بدل ما نسأل هو يقدر يعمل إيه، هنسأل هو بيشتغل إزاي. هنا بقى هنرجع لأرض الواقع تاني ونتكلم عن الأنواع اللي موجودة فعلا النهاردة. أول نوع وظيفي معانا هو الآلات التفاعلية أو Reactive Machines. والنوع ده من اسمه كده بيشتغل في اللحظة وبس، بيشوف البيانات اللي قدامه يحللها وياخد قرار. مفيش أي ذاكرة للماضي، كل قرار هو قرار جديد ومستقل تماما. وأشهر مثال على كده هو كمبيوتر دي بلو بتاع شركة IBM اللي قدر يهزم بطل العالم في الشطرنج جاري كاسبروف في التسعينات. دي بلو ما كانش عنده ذاكرة للماتشات اللي قبل كده، هو كان كل اللي بيعمله إنه يبص على وضع القطع على الرقعة في اللحظة دي ويحلل آلاف الاحتمالات عشان يختار أفضل حركة ممكنة. دي مهمة متخصصة جدا، وده بالظبط اللي بتعمله الآلات التفاعلية. النوع التاني بقى بيضيف عنصر مهم جدا للمعادلة وهو الذاكرة. ذكاء الذاكرة المحدودة بيقدر يبص على الماضي القريب عشان ياخد قرارات أحسن في الحاضر. البيانات القديمة دي بتساعده إنه يتعلم من التجارب ويحسن أدائه مع الوقت. والمثال ده كلنا بنستخدمه تقريبا. روبوتات الدلدشة زي تشات جي بي تي بتستخدم ذاكرة محدودة. هي بتفضل فاكرة الكلام اللي اتقال في نفس المحادثة عشان الحوار يفضل ماشي بشكل منطقي، بس بمجرد ما المحادثة دي تخلص الذاكرة دي بتتمسح، عشان كده اسمها ذاكرة محدودة. وأغلب الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمه النهاردة بيقع في الفئة دي. ومن هنا بنرجع تاني لعالم النظريات. نظرية العقل دي فكرة عن نوع من الذكاء الاصطناعي يقدر يفهم إن الكائنات التانية زي البشر عندهم أفكار ومشاعر ونوايا مختلفة عنه ويتعامل معاهم على الأساس ده. دي لو حصلت
هتكون نقلة ثورية في طريقة تفاعلنا مع الآلات. وأخيراً بنوصل لقمة الهرم النظري للوظائف، الذكاء الاصطناعي المدرك لذاته، وده نوع هيكون عنده وعي بوجوده، يعني كائن عنده إحساس بالأنا ومشاعر واحتياجات خاصة بيه. وطبعاً ده بيرتبط بشكل مباشر بمفهوم الذكاء الاصطناعي الفائق اللي اتكلمنا عنه في الأول. طيب، بعد ما شرحنا كل الأنواع دي سواء من ناحية القدرات أو الوظائف، خلينا نجمع الخيوط دي كلها ونشوف إيه بالظبط اللي موجود معانا على أرض الواقع وإيه اللي لسه مجرد فكرة في عقول العلماء وكتاب الخيال العلمي. الجدول ده بيلخص الليلة كلها بشكل واضح جدا. لو بصينا هنلاقي إن الوظيفتين اللي موجودين فعلا اللي هما الآلات التفاعلية والذاكرة المحدودة، الاتنين بيندرجوا تحت قدرة الذكاء الاصطناعي الضيق. أما بقى الوظيفتين النظريتين، نظرية العقل والإدراك الذاتي، فهم مرتبطين بالقدرات النظرية الأكبر اللي هي الذكاء الاصطناعي العام والفائق. فالخلاصة من كل ده إيه؟ إن من ال7 أنواع اللي اتكلمنا عنهم في 3 بس هم اللي موجودين فعلا النهاردة: قدرة الذكاء الاصطناعي الضيق والوظيفتين اللي بتشغلها، وهي الآلات التفاعلية والذاكرة المحدودة. يعني زي ما الرسمة دي بتوضح ببساطة، أغلبية أنواع الذكاء الاصطناعي اللي بتعمل ضجة وبنسمع عنها لسه في عالم الخيال العلمي. الواقع الحالي بتاعنا محدود أكتر بكتير، لكن في نفس الوقت هو قوي جدا في المهام المحدودة اللي بيعملها. وفي النهاية أهمية التقسيمة دي إنها بتدينا خريطة واضحة بنقدر من خلالها نعرف إحنا واقفين فين بالظبط في رحلة تطور الذكاء الاصطناعي، ونفهم حجم المشوار اللي لسه قدامنا. بتساعدنا نفرق بين الواقع والحقيقة وبين الضجة الإعلامية والخيال. وده بيسيبنا مع سؤال مهم للمستقبل: يا ترى إيه أول نوع من الأنواع النظرية دي هيتحول لحقيقة؟ هل هنشوف ذكاء اصطناعي بيفهم مشاعرنا فعلا الأول؟ ولا القفزة هتكون أكبر من كده؟ ده سؤال الأيام اللي جاية هي اللي هتجاوب عليه.